السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بمناسبة 500 أخ وأخت معانا في القناة، يعني تشرفونا كلكم، وشرف لي أنكم تتابعوني، يعني يعطيكم ألف عافية. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا لكم واحد واحد فردا فردا. فاليوم جايب لكم إن شاء الله بمناسبة رمضان وكذا و500 إن شاء الله بوريكم الجلتش نفسه، بس التحديث الجديد، النسخة الباتل باس الجديد، وهو جلتش المفاتيح وكذا. بشرح لكم ان شاء الله التفصيل كامل باذن الله. اول شيء نروح نحمل النسخة اللي حاطيها في الديسكورد. هذه النسخة اقاري مهكرة، بس حاليا فيها مشكلة، مو زي زمان. الجلتش الحين لازم تحذف اللعبة من جديد عشان يظهر لك المفاتيح. تحذف اللعبة وترجع تدخل منها من الاكس اكس سبيدر، ترجع من جديد كل شيء. لما تدخل بحساب تسوي نفس النظام، فانا بسويه الحين قدامكم. ندخل على الاكس سبيدر، نروح لجاريو اكس سبيدر. بعد حاطيه في الديسكورد. اي سؤال ان شاء اي شيء تبي تعرفه حياك في الديسكورد، تحصلني متواجد هناك باذن الله. نخليه 1B H4 زي اول، يعني شرحت الشيء ذا كم مرة قبل كذا. نوافق. نزيل النسخة الأصلية ونحمل النسخة اللي بتكون مع الاكس سبيدر. ايوه كذا تحملت عندنا. هذه الحين جاهزة مع الاكس سبيدر. والفرص التلقائي اهم شيء كمان، نفس النسخة ذي. هذه الاعدادات حقته 1105 300. تضغط حسنا وبعدين تضغط بدء لما نقول لكم. الحين ندخل عشان نخلي المفتاح يظهر باذن الله. ندخل اللعبة. الاكس سبيدر طبعا اشتغل، فالحين انا بسرع المقطع شوي عشان اخليه 2000. فالحين وصلنا 2000. نضغط اوكي ونطلع نقفله ونطلع نحذف الصفحة وندخل من جديد. نحط الكود حق اللعبة. هذا هو، كل شيء موجود في الديسكورد. فندخل الحين بيطلع لنا الاعلان حقهم، نطلع منه ندخل من جديد على فيسبوك. تدخلون بحسابكم. واذا ما كانت عندك الامكانيات حقت الجوال، لازم يكون اندرويد، ويكون يعني قوي من الاندرويد الانواع القوية. فلو ما تقدر بالامكانية ذي وما عندك، كلمني ان شاء الله في الديسكورد وانا اسويه بمقابل 30 ريال فقط باذن الله. واذا جاك يعني اقل من 100,000 انا مستعد ارجع لك المبلغ، ما عندي اي مشكلة للضمانة يعني لاي شخص. فانا الحين بسويه قدامكم باذن الله. لو ما طلع لك الاعلان تدخل شوي كلاسيك. حتى الحين يمكن ما يطلع لك، فايش تسوي يا طويل العمر؟ تطلع من هنا، تروح السيرفر، تغير السيرفر، خلي اي سيرفر الزبدة غير السيرفر اللي انت كنت فيه. فتدخل هنا على طول. شوف اول ما تغير سيرفر بيطلع لك الاعلان. فايش اول خطوة بتسويها يا طويل العمر؟ تطلع تروح للفرص التلقائي على طول مع نفس الاعدادات، تعطيه الامكانية بالوصول وكل شيء، يعني تسمح له بكل شيء. تضغط بدء، بعدين تروح عند اقاريو وتسوي نفس اللي اسويه بالضبط. تضغط تخش على الاعلان، تزودها تخليها 10، تحطها كلها في الصندوق. مو بترتيب معين، يعني الزبدة تكون كل واحدة
متفرقين على بعض شوي ويكون كلهم في الصندوق. فأول شي بنسويه الحين يا طويل العمر، نشغل الاكس سبيدر، ركزوا معي هنا، نشغله، بعدين نوخر العين، علامة العين، نشغل العين، بعدين نضغط بدء، كذا بيجلس يعلق. أول ما يجلس يعلق كذا معناته اشتغل معكم، فننتظر ونشوف كم بيطلع لي. أول ما تنقص المفاتيح كلها تطفي الجوال من الزر حق التشغيل نفسه، اطفيه في الشاشة، بعدين ادخل وحذف صفحة تقاري ويرجع من جديد زي اللي الحين بسوي. بطفي الحين الشاشة، طفيت الشاشة الحين وحذفت الصفحة حق تقاريو، برجع ادخل من جديد نشوف كم طلع لنا. نحط كود النسخة، ما شاء الله تقريبا 600,000 و3,000 DNA. فبالبداية كذا بيكون بيعلق عليكم شوي، بيرصد عشان البوشنات، فعادي شيء طبيعي يعني، بيقعد دقايق كذا وبيروح، مو مشكلة. فهذا المبلغ اللي طلع معنا اليوم هذا. وإذا حابين تدخلوا معنا تلعبون حياكم الله، السيرفر في الوصف. وشكرا 500 أخ وأخت مرة ثانية.